النهارده شباب هشرح عن الاصدار يو اكس 7 من بي بليد اكس، واللي بيجي فيه يا شباب 3 بلابل حرفيا، واهم بلبل فيهم واللي هو بلبل العنقاء المدرعة للاعب برق، واللي هو تصور بلبل العنقاء المتقدة. وطبعا يا شباب اللي بيجي معاه بلبلين عشوائيين بقطع عشوائية، فالبلبل اسمه فينيكس رادار يا شباب، ولكن بلاجة سبيستون اسمه العنقاء المدرعة. فطبعا يا شباب هو من نظام اليو اكس العادي، ونوعه تحملي ودوران يميني. وحرفيا ميزة البلاد يا شباب واللي هي ان ليها 3 اجنحة صغيرين و3 اجنحة كبار، يعني كده 6 اجنحة. فطبعا شباب الاجنحة الصغيرة لو لاحظتوا فيها فراغ، فالفراغ ده لما البلبل الخصم يضرب ضربة بيكون تأثيرها أقل على البلبل عن بقية البلابل، بيكون مختلف تأثيرها، فبيكون تأثيرها أقل. ولكن الأجنحة الكبيرة عشان تصد ضربات الخصم وتتحمل الضربات تلف وتخلي البلبل يلف لأطول فترة ممكنة. وطبعا الشعار أسطوري جدا، العنقاء بالبق، البق حلو قوي. وهنا عندنا الأجنحة النارية وهنا المخالب، فحرفيا شكل حلو. وطبعا هو البلبل ده بيجي ببلاد مطلية. فتقييمات البلاد واللي هي 15 هجوم، 40 الدفاع، 60 التحمل. راتشت يا شباب واللي هي 970 واللي هي ليها 9 مناطق وطولها 70 ملم. وطبعا التقييمات بتاعتها 13 هجوم و10 الدفاع و7 التحمل و70 الطول. بت جي يا شباب، ايوه معلش كده سكت فجأة قلت جي، بت بعدها بت جي، مش مهم. المهم البت اسمها جي واللي هي اختصار لي جلايد. وطبعا شباب البت ليها 16 خط. وطبعا شباب ميزتها واللي هي شايفين الدايرة البيضة دي معمولة من بلاستيك ناعم اللي بيخلي البلبل يلف لأطول فترة ممكنة. مش عارف مالي النهارده. المهم يا شباب المشكلة نقطة ضعفها واللي هي مقاومتها للبرست 30، وطبعا سرعتها 15، والتحمل عندها 55، ودفاع 10 و20 الهجوم. واما البلبل التاني واللي هو بلبل وايفرن جيل يا شباب، لكن بقطع عشوائية والوان عشوائية، واللي هو اسمه التنين المجنح للاعب سمهر. طبعا شباب البلبل البليد بتاعته تحملية ودوران يميني، فطبعا هي برضو البليد بتاعته نفس ميزة العنقاء المدرعة، لكن المرة دي هو عنده جناحين بس. فالمهم التقييمات 10 هجوم، 40 دفاع، و50 التحمل. راتشت 260 واللي ليها منطقتين يا شباب وطولها 60 ملم. وطبعا يا شباب ليها 10 تقييمها هجوم 10، 13 الدفاع، و7 التحمل، و60 الطول. وطبعا بالمناسبة يا شباب الراتشت دي نفس راتشت بلبل الساموراي، نصر الساموراي. هسيب لكم الفيديو هنا او هنا حسب لغة تليفونك. المهم البت واللي هي بت اس، طبعا البت دي نفس بت وحيد القرن. فهي عبارة عن ان هي بت دفاعية، ولكن هي قاعدة حادة صغيرة بقى. فطبعا هي عندها 12 خط، وهي شباب 10 في الهجوم، و45 في الدفاع، 35 في التحمل، و10 السرعة، و30 مقاومتها للبيرست. البلبل اللي بعده اللي هو تقريبا اسمه سفينكس كول او حاجة زي كده. طبعا هو من نظام البي اكس برضه زي التنين المجنح. فيلا نشرح عنه. فالبليد بليد قبعة بالهول، طبعا دي خلطة عشوائية يا شباب ركزوا، هو بس العنقاء المدرعة اللي مش بقطع عشوائية. المهم البليد دي دفاعية دوران يميني. وطبعا شباب ميزتها يعني مش عارف ازاي دي بليد دفاعية، ولكن يعني هي فيها نتوءات 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 نتوءات، يعني مش عارف النتوءات دي بتساعد على الدفاع ولا لا. المفروض ان هي تصدقوا تنفع للهجوم اكتر. فطبعا شباب
المهم الهجوم عندها 35 و55 الدفاع و10 التحمل. والراتشت واللي هي راتشت 180 واللي هي تعتبر نفس راتشت هي نفس راتشت اللي هو بلبل ظل المحارب. وبرضو الراتشت دي نفس راتشت التنين الساحق، لكن الفرق الطول بدل 80 بيبقى 60، وديت برضو نفس راتشت بهاموت بليتز، لكن فرق الطول بدل 80 بيبقى 50. فطبعا انا شرحت عن بلبل بهاموت بليتز، فهسيب لكم الفيديو هنا برضو او هنا حسب لغة التليفون. وطبعا شباب الراتشت ليها منطقة واحدة منطقة واحدة وطولها 80 ملم. وطبعا هجوم عندها 17 و4 الدفاع و9 التحمل و80 الطول. والبت واللي هي بت جير فلات واللي هي يا شباب يعني نفس بت فلات ولكن نسخة الجير، فانا شرحت عنها برضو نسخة الجير في بلبل، يعني شرحت عنها في بلبل برضو، يعني شرحت ايه الجير في فيديو بلبل فوكس براش. طبعا شباب اللي هي بتكون يعني الخطوط مايلة لحد القاعدة، فطبعا هي القاعدة فلات وما جواها فتحة للهجوم وسريعة، تبقى من أسرع البتات ديت الشباب. طبعا دي نفس برضو بت العنقاء المتقدة، فطبعا هي هجومية و50 الهجوم، 5 الدفاع، 5 التحمل، 40 السرعة و80 مقاومتها البيرست. وطبعا بلبل قبعة بالهول للاعب ثاقب. وملاحظة يا شباب لو لاحظتوا هتلاقوا ان في العلبة دي حرفيا فيها بلبل هجومي وبلبل دفاعي وبلبل تحملي. فبس كده يا شباب. طبعا انا عايزه اقول لكم شباب حاجه، ان البلبل دوت ظاهر على سبيستون في الحلقه الثالثه تقريبا، الحلقه الثالثه، ف يعني المفروض انكم تكونوا عارفينه. وطبعا شباب عايزه اقول لكم كمان اسالكم سؤال تجاوبوا عليا في التعليقات عن السؤال ده، واللي هو السؤال: هل تتوقعوا يعني هل انتوا لو جت لكم فرصه هتشتروا البلبل ده ولا لا؟ وايه اكتر بلبل عجبكم في الاصدار ده؟ اكيد عن نفسي كنت صراحه يعني كنت هشتري الاصدار ده عشان البلبل ده، وحرفيا اكتر بلبل عجبني هو اكيد العنقاء المدرعه يعني. فبس كده يا شباب، اتمنى الفيديو عجبكم، حط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس تبعت عشان يوصلك اشعار كل فيديو جديد. وبس كده، مع السلامه.